السلام عليكم. أنا شاب من السودان. بدأت قصتي قبل سنتين بالضبط. كانت الحرب دائرة في بلادي، وكنت قد نزحت من مدينتي إلى إحدى الولايات. كنت أعمل في الأسواق، أشتري قليلا وأبيع قليلا لأكسب قوت يومي، حتى وصلت بي الحال إلى يوم لم أكن أملك فيه ولا قرش واحد في جيبي. لم أكن في ذلك الوقت شخصا ملتزما، حتى الصلاة لم أكن أحافظ عليها. في تلك اللحظات الصعبة وفي غمرة اليأس قادني الله لمشاهدة قناة الشيخ محمد حجازي. بدأت أسمع فيديوهات عن الاستغفار والآيات والأحاديث التي تتحدث عن فضله. قلت في نفسي سأجرب أن ألتزم، فالإنسان عندما يمسه الضر يتذكر أن له ربا رحيما. خلوة الاستغفار والقرار الصادق. أتذكر تلك الليلة وكأنها بالأمس. كنت في قرية صغيرة، جالسا على السرير، أمسك مسبحتي وبدأت أستغفر بصدق. أستغفر الله، أستغفر الله. لزمت هذه الصيغة بأعداد كبيرة جدا، وبدأت حياتي تتغير تدريجيا. صرت ملتزما بالصلاة، ولا أصلي إلا في جماعة في المسجد. استمريت على هذا الحال شهرا، ثم شهرين، ثم ثلاثة منطقيا. لم يكن هناك أي سبب أو قدرة مادية تمكنني من الخروج من السودان، بل إن جواز سفري لم يكن معي في نفس المحافظة، ولم يكن هناك احتمال ولو 1% أن أسافر. لكن استغفاري كان بنية أن يصلح الله حالي ويقبل توبتي. المعجزة الأولى: فتح أبواب السفر. فجأة ومن حيث لا أحتسب جعل الله لي سببا. تواصل صديقتي لوالدتي مقيمة في السعودية مع أمي، وسألت عن أحوالي. لما علمت بظرفي أصرت إصرارا غريبا على أن تسفرني لأبدأ حياة جديدة. أنا مؤمن 100% أن هذا لم يكن ترتيبا بشريا، بل هو فضل الاستغفار. العقبة كانت أنني لا أملك حتى قيمة تذكرة طائرة، ففاجأتني صديقتي الوالدة بأنها أرسلت لي المبلغ وحجزت لي التذكرة. سافرت من السودان عبر إيرتريا وصولا إلى دبي، وأقسم بالله أنني لم أدفع قرشا واحدا من جيبي. المعجزة الثانية: العمل والرزق المدهش. وصلت إلى الإمارات غريبا، لا أعرف أحدا سوى صديق واحد أوصلني للسكن ثم اختفى. لم تكن لدي شهادة جامعية ولا صنعة في يدي، ولا أعرف شيئا عن دبي، لكنني زدت في الاستغفار، وكنت أؤمن أنه مخرجي الوحيد. وفجأة رزقني الله بوظيفة براتب مجز يرضيني. استمريت في الاستغفار والصلاة على النبي، وبعد عام واحد فقط تركني الله أخرج من الوظيفة الأولى إلى وظيفة ثانية بضعف الراتب. ثم لم يمر وقت طويل حتى انتقلت لوظيفة ثالثة بثلاثة أضعاف راتبي الأول. كل هذا وأنا لا أملك شهادة، بل هو فضل من ربي. الثمرة: سيارة 2025 وإعالة الأسرة. الآن وأنا أسجل لكم هذه القصة، أنا جالس في سيارتي التي اشتريتها موديل سنة 2025. أنا الذي لم أكن أملك قرشا قبل سنتين، أصبحت الآن بفضل الله أعيل أمي وإخوتي وأرسل لهم مصاريفهم شهريا. السر ليس في ذكائي ولا في اجتهادي، السر كان في شيئين: الاستغفار الدائم. كنت أستغفر في كل لحظة، عند الأكل، في السيارة، في الشغل، وعند النوم. تركت ذنوب الخلوات، جاهدت نفسي لترك المعاصي التي كنت أفعلها في السر، وصدقت مع الله فصدقني. أوصيكم بالاستغفار، فهو العلاج الذي غير حياتي من البؤس والفقر إلى النعيم والتمكين.